رحلة غطس ممتعة بتتحول لرحلة كارثية بعد ما بيكتشفوا الغواصين كارثة في سفينة مهجورة. بيبدأ فيلمنا بمشهد لسفينة حربية اسمها شارلوت أيام الحرب العالمية لما بيتضرب عليها صاروخ، وبينادي واحد اسمه براين على صديقه جيمي لحد ما بيطلع على سطح السفينة، بس فجأة بيتسحب لتحت وبيختفي. وبيحاول براين إنه يلحقه وبيمسكه من إيديه، بس للأسف بتطلع إيديه بس، وبيعرف إن في قرش والقرش ده أكل صاحبه. وبيطلع براين بسرعة فوق الخشبة علشان ينقذ نفسه، بس القرش بيوقع الخشبة وبياكل براين كمان. وبعد اللي حصل ده بنروح مع بعض 80 سنة لقدام للوقت الحاضر، وبنشوف مركب في وسط المية بتاعت شخص اسمه ليفي ومعاه الغطاس نوح، وبنعرف إنهم بيدوروا على السفينة شارلوت وإن ليفي بيدور عليها من 40 سنة. وفي يوم بينزل نوح يغطس وبالصدفة بيشوف السفينة شارلوت وبيكون على تواصل مع ليفي وبيبلغه، وبيكون ليفي فرحان إنهم أخيرا لقوا السفينة اللي بيدوروا عليها بعد 40 سنة. وبيدخل نوح جوه السفينة وبيكون الاتصال وحش جدا، وبيحاول ليفي إنه يسمعه بس الصوت بيقطع. وبيكون ليفي قلقان على نوح، بس فجأة بيطلع نوح من تحت المية وبيقول لليفي إنهم ما يعرفوش حد الموضوع ده دلوقتي، وإن لو حد حب يغطس هياخدوا منهم فلوس كتيرة جدا علشان يشوفوا السفينة. وبعد فترة بنشوف مجموعة شباب مكونة من 4 أصحاب، وبنعرف إنهم جايين علشان هم أصحاب نوح، وبيكونوا هم برايت وسام أخته ولوجان ورايلي. وبتشوف سام بنت صغيرة بتحاول تبيع لها عقد، وما بتكونش سام هتاخد حاجة، بس بتشوف ايديها مجروحة فبتاخد منها العقد وبتديها فلوس وبتكتب لها على العلاج من الصيدلية، وبتقول لها تدي الورقة دي لمامتها تجيب لها العلاج ضروري. وبنعرف وقتها ان سام دكتورة. وبيوصل نوح وبيسلم عليهم، إلا سام بيسلم عليها بطريقة غريبة، وبيكون واضح ان كان في ما بينهم حاجة. وبيقعدوا كلهم مع بعض وبنعرف انهم ما شافوش بعض من 2 سنين. وبيسألوا نوح لو كان في بنت في حياته، وبيظهر كده إن سام لسه بتحبه لأنها كانت متوترة. وبيقول لهم نوح إن في بنت اسمها شارلوت ظهرت من قريب في حياته، وبعدها بيقول لهم إنه بيهزر ومفيش حد في حياته. وبترتاح سام لما بتسمع الكلام ده، وبيقول لهم إنه كان بيتكلم على شارلوت السفينة الحربية، وبيعرفوا منه إنه عرف مكانها وإنها ظهرت بعد ما حصلت عاصفة شديدة الشهر اللي فات، وغالبا العاصفة سحبتها للمكان اللي هم فيه. وبيقول له برايت إن ده كلام كويس وإنهم هيغطسوا الصبح علشان يشوفوا السفينة، بس نوح بيقول له إنهم ما ينفعش يغطسوا علشان هيتم تبليغ السلطات بوجود السفينة وهيتمنع الغطس وقتها. فبيقول له برايت يقول للسلطات بعد ما يغطسوا هم، بس بيظهر إن نوح لسه رافض وبيقول له إن ده خطر عليهم. بس برايت بيقول له إنه هيدفع له فلوس مقابل الغطسة دي، وبيرفض نوح عرضه، وبيقعدوا سهرانين بالليل. وفجأة الكهرباء بتقطع وبيروح يجيب بنزين علشان المولد، وبيعرف إن ليفي عليه أقساط لشركة الكهرباء، ولما بيروح يسأل الأقساط دي كان بيقولوا له 36,000. وبيتضايق نوح جدا وبيسيبه، وبيروح لبرايت وبيقول له إنه موافق يغطسوا علشان يشوفوا السفينة مقابل 50,000 دولار. وبيوافق برايت وبيقول له نوح إن هو بس اللي هيغطس، بس برايت بيقول له إنه هيدفع له 50,000 علشان كلهم يغطسوا. فبيوافق نوح وبيقول لهم إنهم هيغطسوا الصبح، وبيقول لهم ما يشربوش علشان لما يغطسوا يكونوا فايقين. بس لوجان ما بيفرقش معاه كلام نوح وبيفضل يشرب لحد الصبح. وبيركبوا المركب تاني يوم الصبح وبيروحوا للمكان بتاع السفينة، وبيقول لهم إن الغطسة المرة دي مختلفة، وبيأكد عليهم إنهم لازم يكونوا مع بعض. وبينط لوجان في المية قبل ما نوح يخلص كلامه، وبينط نوح وراه بسرعة وبيظبط له بدلة الغطس، وبينزلوا كلهم وراه وبيمشوا ورا بعض. وبيكون نوح في المقدمة وبيربط نوح حبل في مقدمة السفينة علشان ما يتوهوش، وبيقول لهم إن أي حد أكسجينه هيوصل للتلت هيرجع على طول ومش هيكمل الغطسة معاهم، وإنهم لازم ياخدوا بالهم من الأكسجين كويس. وبيدخلوا ورا نوح وكل حاجة بتبقى ماشية تمام، بس برايت بيبعد عنهم هو ولوجان وبيفضلوا يهزروا وبيعملوا نفسهم إنهم بيشربوا في بار. وبيروح نوح وبيطلب منهم إنهم يرجعوا معاه، بس برايت بيزعق له وبيقول له إنه مش دافع كل الفلوس دي علشان الوقت ده بس. وبتستغرب سام لأنها ما تعرفش إن برايت دفع لنوح أي فلوس، وبيقول لها إنه دفع فلوس لنوح علشان المركب بتاعته تيجي هنا، وبتكون دي إهانة لنوح. وبياخد برايت لوجان وبيروحوا المكان بعيد عنهم، وبيروح نوح والباقي وراهم لأنه مسؤول عنهم. وبيكون المكان ده فيه جزء فيه هوا يقدروا يتنفسوا فيه، وبيقلع برايت قناع الأكسجين أول واحد وبيكون مش قادر يتنفس، بس بعدها بيضحك عليهم وبيعرفوا إنه كان بيمثل عليهم، وبيقلعوا كلهم الأقنعة. ووقتها بيطلع لوجان إزازة مشروب وبيقول لهم إن ده وقت المشروب،
بس نوح بيحذره وبيقوله إنه هيتعب، لكن لوجان ما بيسمعلوش وبيشرب برايت كمان وبيشوف اسم مكتوب على السفينة وبيكون اسم جيمي. وبتسألهم رايلي إيه اللي حصل له وبيكون جيمي اللي القرش أكله في أول الفيلم. وفجأة بيقاطع كلامهم صوت خبطة شديدة جدا وبيتقطع بعدها الحبل. وبيحاول نوح يطمنهم وبيقول لهم إنه ممكن يكون دولفين. وبتكون رايلي مرعوبة وبتاخد المشروب من لوجان وبتشرب هي كمان. وبتسأل سام نوح هيرجعوا إزاي بعد ما الحبل اتقطع، فبيقول لها نوح إنه شبه عارف الطريق وبيلبسوا الأقنعة علشان يرجعوا. بس رايلي بتكون حاسة إنهم تايهين وخايفة وبيقول لها نوح تتنفس بالراحة وبيقول لهم يشوفوا كلهم الأكسجين بتاعهم. بس بتقاطعهم رايلي لما بتشوف مكان فيه نور وبتقول لهم إنها تروح تخرج من هناك، بس نوح بيحذرها وبيقول لها إنهم مجوش من المكان ده، لكن هي ما بتسمعلوش وبتروح للمكان وبيروحوا كلهم وراها. وبتلاقي رايلي المخرج مقفول وبيهدوا كلهم وبيقول لها نوح تاخد نفسها واحدة واحدة. وبيسألهم على الأكسجين وبتقول له سام إن الأكسجين اللي فاضلها 30% بس ورايلي بيكون فاضلها 15%. وبتكون مرعوبة وبيقول لها نوح ما تخافش وإنه هيشاركها في الأكسجين بتاعه لو خلص قبل ما يطلعوا. وبيقول لهم يمشوا كلهم وراه علشان محدش يتوب. وفجأة بيشوفوا خيال حاجة عدت من فوقهم، فبيقول لهم نوح إنه أكيد سمكة عدت من فوقهم وبيكملوا طريقهم عادي. بس برايت بيكون حاسس إنها مش أي سمكة وخلاص وبيوصلوا كلهم للمخرج وبيفرح لوجان علشان هيطلع وهيشرب براحته. وفجأة بتعدي سمكة قرش وبتاخده في بقها بس بتسيبه لأنها ما بتقدرش تتحرك بسبب ضيق المكان. وبيكونوا كلهم مصدومين ولوجان كمان مجروح جرح كبير وبتفضل رجله تنزف، ولما بيشوفوا القرش راجع لهم بياخدوا لوجان وبيستخبوا. وبتقع حديدة على المخرج علشان القرش ما يدخلهمش. وبتحاول سام إنها توقف نزيف لوجان بس الموضوع بيكون صعب جدا. وبيتصدم نوح لما بيشوف القرش جاي لهم من الناحية التانية وبيدخلوا للأوضة اللي كانوا فيها من شوية وبيقفلوها عليهم. وبتحاول سام إنها تشوف أي حاجة وبتلاقي علاجات قديمة وبتشوف حاجة صالحة للاستخدام. وبتحاول تسكن الألم بس بيفقد لوجان الوعي. وبتحاول سام إنها تفوقه بس للأسف لوجان بيكون مات. وبيكونوا كلهم موجودين والقرش بيحاول يدخل لهم وبيقول لهم برايت إنه شامم ريحة الدم وبيحاول يكسر الباب. وبيعرف نوح اللي برايت بيفكر فيه وهو إنهم يدوله لوجان، وبيكون قصده إنه كده كده خلاص مات وده هيديهم الوقت علشان يخرجوا. وهم خارجين بتتعور رايلي في رجليها وبيشوفوا إن القرش سادد عليهم طريق الخروج فبيرجعوا لمكانهم تاني. وبيدخلوا الأوضة اللي بيقدروا يتنفسوا فيها وبتربط سام رجل رايلي علشان ما تنزفش. وبيتخانق نوح وبرايت وبيقول برايت لنوح إنه غلطان علشان ما قالهمش إن في أسماك قرش في المكان. فبيقول له نوح إنه بيغطس في الجزيرة دي من زمان وما كانش فيها أي أسماك قرش. وبيكونوا هيمسكوا في بعض وبتحاول سام إنها تصلح ما بينهم وبيتريق برايت عليها وبيقول لها إن نوح شخص مغرور وإنها كانت صح لما سابته. وبيتعصب نوح وبيكون هيضربه بس بتزعق لهم سام وبتقول لهم يركزوا في اللي هم فيه. وبتقول لهم رايلي إن فاضل لها 6% بس من الأكسجين. وبيقول لهم نوح إنه هيخرجهم وبيقول لهم تفضل رايلي هنا وهيجيب أكسجين وينزل لها تاني. وبترفض رايلي إنها تفضل لوحدها وبتقرر سام إنها تفضل معاها. وبيروحوا هم يجيبوا أكسجين وبيطلع برايت ونوح لبره ومعاهم حديدة علشان لو القرش هاجمهم. وبيشوف برايت جثة لوجان اللي القرش كلها وبيكون زعلان على صاحبه، بس نوح بيقول له إنه كان مات خلاص وما كانوش هيخرجوا من السفينة وإن ده القرار الصح. وبيعتذر له برايت على طريقته قدام سام، ولما بيوصلوا للمخرج بيشوفوا الحبل اللي اتقطع وبيقول له إن لازم اللي قطع الحبل ده كانت حاجة قوية جدا. وفجأة بيشوف نوح القرش جاي ورا برايت وبيقول له يهرب بسرعة. وبيبعدوا عن طريق القرش والقرش بيخبط نوح وبيقع نوح وبتقع الحديدة على اسطوانة الأكسجين بتاعته. وبيحاول برايت يساعده بس بتكون الحديدة تقيلة جدا وبيضطر نوح إنه يقلع الاسطوانة علشان يعرف يقوم. وبيشوف القرش جاي عليهم وبيقول لبرايت يدخل الأوضة اللي كانوا فيها ويقفل عليه. وبياخد نوح أنبوبة الأكسجين وبيفتحها في وش القرش وبيبعد القرش عنه وبيكلم برايت من ورا الباب وبيقول له يفضل في مكانه لأن القرش قفل المخرج عليهم. وبيرجع نوح لسام ورايلي وبيقول لهم إن القرش قفل المخرج عليهم وإن برايت في الأوضة التانية وإنهم لازم يشوفوا مخرج تاني. وبيقول لسام تروح معاه يشوفوا مخرج وتفضل رايلي في المكان علشان الأكسجين. وبيوصلوا المخزن بيكون في مكان للتنفس وبيقلعوا أقنعة الأكسجين وبيقول لها إنه هيروح يجيب رايلي. وعند برايت ما بيكونش عارف يخرج وبيلاقي مكان صغير بعيد عن القروش وبيطلع منه وبيفضل ماشي لحد ما بيخرج بره السفينة وبيقدر يتواصل مع ليفي. وبيقول لليفي إن في قرش، بس بيشوف ليفي إن في قرش جاي من وراه وبيحاول برايت يعوم بسرعة بس بيسحبه القرش.
وبيطلع برايد تاني على سطح المية بس بيكتشف إن فيه دم كتير، وبيكون القرش أكل نصه اللي تحت وبيجي وبياخد بقيته. وعند نوح بيوصل للمخزن مع رايلي وبيكون الأكسجين هيخلص، وبياخد سام وبيسيبه رايلي علشان تقدر تتنفس لحد ما يلاقوا مخرج وبيلاقوا قفص حديد، وبيكون ورا القفص ده باب ولما بيفتحوه بيلاقوا هياكل كتير جدا وبيعرفوا إنها لجنود من أيام الحرب، وبيلاقوا القرش جاي عليهم فبيقفلوا الباب تاني وبيروحوا لرايلي وبيعرفوها إن في أكتر من قرش موجود. وبيكون نوح مستغرب إن في قروش وبيقول لهم أكيد العاصفة اللي جابت السفينة هي اللي جابت القروش معاها، وبيقول لهم إنه آسف علشان ما كانش يعرف حاجة زي دي، وبيقول لهم إن في قفص تحت وإنهم يحاولوا يفكروا في طريقة يدخلوا بيها القرش للقفص. فبتقول لهم رايلي إن القرش عاوز الدم وإنها لو فتحت جرح رجليها ودخلت القفص هيجي وتخرج بسرعة من القفص ويحبسوه. وبتدخل رايلي جوه القفص بس بتترعب لما بتشوف الهياكل العظمية لما بيفتحوا الباب، وبيقول لها نوح ما تخافش وتركز، وبتنجح رايلي انها تخرج اول ما القرش بيجيلها وبيقدروا انهم يحبسوا. بس بيكون للاسف القرش عض نوح من دراعه وبيجي قرش تاني وبياخد رايلي من وسطهم وبتموت رايلي هي كمان. وما بيكونش نوح وسام مستوعبين اللي حصل وبتزيد صدمتهم لما بيشوفوا قرش تاني بيتخانق مع القرش على جثة رايلي، فبتاخد سام نوح وبتزقه على السطح علشان يطلع للسفينة وبيشوفوا ليفي وبينقذه. وبتضطر سام إنها تقلع قناع الأكسجين لما بيخلص منها وبتقلع الأسطوانة كمان علشان تتحرك بسهولة، وبترجع لمكان القفص وبتشوف القرش عمال يخبط في القفص، ولما بتيجي تخرج بتشوف قرش جاي عليها فبتستخبى وبيعدي القرش وما بيشوفها، وأول ما بيمشي من المكان بتنزل علشان تكمل طريقها، بس بيكون القرش رجع وبتشوف الحديدة الكبيرة وبتحطها جوه القرش وبيموت، وبتطلع من المخرج التاني بس القرش اللي أكل برايد بيشوفها، بس ليفي بيقف قدام القرش وبيضحي بنفسه علشان ينقذها، وبيموت ليفي وبتطلع سام للمركب وبتعرف من نوح إن برايت أخوها مات، وبيعرف نوح إن صديق عمره ليفي مات هو كمان. وبتعدي فترة وبنشوف نوح بعد ما رجع هو وسام لبعض واتجوزوا وحياتهم اتحسنت وخلفوا طفل جميل. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة وبنتعلم منه إن حياتنا مش سهلة علشان نغامر بيها مغامرة مش محسوبة زي دي. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا ايه الافلام اللي حابب اننا نلخصها لك.